السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ معاكم عبد الرحمن ربيع. ايه هو افضل نظام تتمرن بيه لو انت مثلا لسه مبتدئ او على مدار الايام بتاعتك؟ في مثلا لو انت لسه عايز تتمرن في الجيم، افضل نظام المبتدئين يتمرنوا في الجيم نظام البوش بول ليج. ايه هو نظام البوش بول ليج ده؟ نظام البوش بول ليج هيتمرن مثلا في تمرين البوش، هيتمرن 3 اشكال في تمرين البوش. ايه هي؟ تمرينة البنج، وتمرينة الترايسبس، وتمرينة الكتف. تمرينة الكتف بتاخد منها شكلين، واللي هو تمرين الكتف الجانبي وتمرين الكتف الامامي. وتمرين تاني شكل تاني يوم هيكون تمرين البول. ايه هو تمرين البول؟ تمرين البول هينقسم ل3 اقسام برضو: تمرين الظهر، وتمرين البايسبس، وتمرين الكتف الخلفي، وتمرين الترباس. تالت يوم بيكون تمرين الليج، اللي هي بينقسم لتمرين الرجل بس. في تاني تمرين اللي هو بالهم الناس كتير بالتمرين بس ما فيش تطور عنهم، اللي هو نظام العضلتين. اول يوم بيكون بنج وباي، تاني يوم بيكون ظهر وترايسبس، تالت يوم بيكون كتف وظهر. وده بيكون نظام العضلتين، مفيد جدا برضو، ماهوش ضار وحلو. الناس اللي مثلا عايزه تركز على عضله مثلا معينه زي عضله الباي او عضله الشيست او عضله الظهر، ولسه مبتدئ في الجيم وعايز يركز وعايز هتعمل ايه؟ فانصحك تتمرن ايه؟ انصحك تتمرن وتخش على نظام بوش بول ليج. هيركز معاك جامد بس انت لازم اول حاجه تلعب بالوزن ده. تركز بقى في الوزن بتاعك، تلعب بوزن مثلا الوزن اللي تلعب بيه مثلا 20 15 انت تلعب بيه، تركز بيه مثلا بتجيب بيه 15 عده تلعب بيه حلو الوزن ده. نظام بوش بول ليج ده انت بتحس التمارين انت مثلا جبت في الوزن الخفيف بتاعك ده تكرار حلو، فانت تزود وتلعب بالوزن الخفيف ده. انت تلعب منه 3 مجاميع في الوزن، وده عشان انت تلعب في الشكل 3 اشكال اللي هو البوش ده، في الظهر البنج والترايسبس والكتف. فانت تلعب كل ده بوزن تقيل او وزن اللي هو تكرار حلو، فيضخ دم جامد ويركز معاك في الكتف والجسم ويظهر جسمك حلو. كان معاكم عبد الرحمن ربيع. صباح الخير وصلوا على الحبيب. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. صباح الخير.